محمد شريف اهلاوي لمده 3 سنين. كابتن احمد شوبير اعلن من لحظات ان محمد شريف متواجد في النادي الاهلي لمده 3 سنين، سنتين والسنه الثالثه بالاتفاق بين الطرفين، بين اداره الاهلي وبين محمد شريف. الموضوع الثاني عمر الساعي، النادي الاهلي عشان بدا ينفتح على كل الانديه وافق على انتقال عمر الساعي للنادي المصري البورسعيدي لمده سنه على سبيل الاعاره. مبروك لعمر الساعي في تجربته الجديده، ونتمنى ان شاء الله يرجع النادي الاهلي ويكون على افضل حالاته. الموضوع الثالث موضوع احمد عفيفي المحسوب على نادي الزمالك المتواجد في السعوديه في التحليل. بعد التويته بتاعته على نادي الزمالك اتقلبت الدنيا عليه، اتقلب السعوديين عليه، كلهم اتكلموا سواء تركي الشيخ الاعلامي فراج، كله بدأ يتكلم واتضايق وزعل. ودي كانت حاجة على فكرة كويسة جدا ان نادي سعودي، لكن الكل اتحد ان محدش يتكلم على نادي سعودي ما دام هو مش سعودي او من السعودية يتكلم على نادي اتحداوي بقى، اهلاوي من النصر بتاع، كله اتكلم وزعل على التويته اللي اتكتبها احمد عفيفي رغم اعتذار احمد عفيفي. لكن السعوديين ما قبلوش منه اي اعتذار، وبداوا ان هم هاجموا احمد عفيفي في كلامه على الهلال اللي فاز على المان سيتي، وما شاء الله عامل نتائج كويسه جدا في بطوله كاس العالم، عكس اللي عمله عفيفي قبل كده لما هاجم على النادي الاهلي. ومحدش يتكلم هنا في مصر للاسف الشديد من الاعلاميين الا المنتمين للنادي الاهلي.